السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، ايه رأيكم في كمية القطايف دي؟ وجميلة جدا وبإيدك انت هتعملي صغيرة، تعملي عصافير، هتعملي وسط. اي كمية انت هتعمليها هتحبيها، اللي هتحبيه هتعمليه. تمام كده. طيب، ولا هنقول طاسة سيراميك، ولا هنقول طاسة تيفال، ولا هنقول جرانين، ولا هنقول اي حاجة. خليكي معايا جوه الفيديو. بأي طاسة عندك هخليكي تعملي فيها. بصوا، شايفين اهو، شايفين اهو معايا، شايفين الفراغات ده؟ دي نتيجة العجينة بتاعتنا، سهلة وبسيطة ودي مش ناشفة اهي. خليكي معايا جوه الفيديو، تعالي يلا بينا. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين وأمة محمد بخير وبصحة وبسلام يا رب العالمين. أنا عارفة الفيديو ده نزل متأخر جدا، بس أنا عندي مشكلة جامدة في النت. ربنا يسترها إن شاء الله. النهاردة كده عندي أولادي نفسهم ياكلوا حاجة بتتجاب من بره. الحاجة اللي بتتجاب من بره دي بقت غالية جدا. طب وعلى ايه؟ طب ما احنا ممكن نجمعها وهنحطها، وهقول لكم لو ما عندكوش الإضافات اللي أنا هحطها خلاص مش مشكلة، مفيش أي مشاكل خالص. بس ديك أنا بحب أضيفها عشان خاطر بتدي نكهة حلوة في قلب الحاجة بتاعتي، وكمان بتدي تغذية لأولادي. تعالي معايا وهنشوف هنعمل ايه بالظبط، وايه اللي انت بتجيبيها من بره. وكمان انت عارفة الدنيا بقت غالية جدا، ربنا يرحمنا من عنده يا رب العالمين. طيب النهاردة هنعمل القطايف، هنعمل حلو وحادق. بس احنا دلوقتي الفيديو ده ان شاء الله هنزلهولك العجينة بتاعتها بس وعمايل القطايف بس. استنيني الفيديو الجاي ان شاء الله، وهنعمل مع بعض الحلو والحادق بتاعنا بإذن الله في قلب القطايف. وكمان بديل حاجة تاني، بس خليكي معايا دلوقتي. دلوقتي كده هحط أول حاجة 4 كوبايات من المية، والمية تكون دافية. أنا هنا مسخناها ماشي، وهعايرها معاكم اهو. نفس الكوباية اللي أنا هحط بيها الدقيق اهي، نفس الكوباية دي اللي انا هحط بيها الدقيق. بسم الله. ادي كده واحد، بسم الله. ملهوش تاني. ادي كده 3، والرابعة اهي في ايديا. تمام كده. انا ما ينفعش اسقط الكوباية وارجع اشيلها، عشان كده غلط. ادي كده 4 كوبايات من المية. نركن الحاجة اللي احنا خلاص مش محتاجينها اهو. تمام كده. طيب احط ذرة الملح عشان خاطر انا بنسى ذرة الملح بتاعتنا. ذرة الملح حاجة بسيطة اهي، شايفين؟ هتظبط لي معايا العجينة بتاعتي. انا عايزة رخامتي تكون رايقة خالص. تمام كده. طيب معايا هنا بنفس الكوباية اهي، تكون ما فيهاش مية خالص، ما فيهاش اي حاجة. دي هعاير بيها 4 كوبايات من الدقيق يكونوا منقولين، اي دقيق عندك. تمام كده. طيب خليكي معايا معلش. اول كوبايه اهي، وهندخل هنا في قلب الخلاط بتاعي. عايزه تعمليها بمضرب يدوي مفيش اي مشكله خالص، بس احنا بنتكلم في الخلاط ده موجود في اي بيت. ليه الميه الاول يا مسيف؟ الميه هتساعد معايا اللي هو العجين بتاعي او الدقيق بتاعي هيتضرب على طول. تمام كده. هحط تاني كوبايه.
هحط كوبايتين كمان وخلاص على كده. اهي التالتة، هنخلها وارجع لكم. رابع واحدة اهي، تمام، هنخلها وارجع. ما تستغربوش كل ده هيسقط على تحت ان شاء الله. دلوقتي كده انا هنا الاضافات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي اللي انت ممكن ما تحطهاش: لبن البودر والدقيق السميد. بس الدقيق السميد بيخليها نتيجتها كويسه. دقيق السميد ده يا جماعه تروح تجيبي من اي عطار تقولي له اديني دقيق سميد، يعني دقيق سميد يا مسيف، يعني دقيق بسبوسه من غير اضافات نهائي. واللبن البودر، اللبن البودر ده براحتك انت، بس هنحط معلقه نشا كبيره عشان تديني القرمشه بتاعتنا. تمام كده، يبقى معلقه نشا كبيره، معلقه معلقتين لبن بودر، معلقتين دقيق سميد. تمام كده، معلقه سكر كبيره، معلقه خميره كبيره، معلقه صغيره بيكنج باودر. اهي معلقه بيكنج باودر. تمام كده، احاول ان انا هقلب حاجتي دي كلها كده في قلب الدقيق. معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره، اهو. تمام كده، بيكنج صودا او بيكنج صودا هنحط معلقه صغيره. تمام كده، هنحط ربع معلقه، معلش انا اسف، هنحط ربع معلقه من الصغيره. تمام، هنضيف كل دوت كده في قلب الخلاط. وكمان هنحط هنا شويه ميه. حطيت هنا معلقتين من الميه فقط لا غير، عشان انا حطيت الميه هنا كلها. وبعد كده كل ده هضربه في الخلاط وهرجع لكم تاني. حبايب قلبي خلصت اهي، هوريكم القوام بتاعها عامل ازاي. حلوه جدا يعني، جربيها وعلى ضمانتي. بصوا شايفين التقل بتاعها عامل ازاي. التقل بتاعها حلو جدا، اكنك كنت بتعملي طحينه وناعمه ولا تتصفى ولا غيره. عشان كده بقولك اعمليها في الخلاط، يا ريتك ما تضربهاش بالمضرب اليدوي خالص. عندك مضرب كهربائي تمام حلو جدا. خلي الكلام ده كده هنا كده. انا مسحت كل طول ما انا واقفه عماله امسح في الرخامه بتاعتي عشان تبقى معايا نظيفه. وكمان ما بحبش الحاجه عندي بتبقى وسخه خالص يعني. الحمد لله. هركنها هنا كده بس 10 دقايق بس، وهنرجع هنضربها تاني. وهقول لكم ليه، بس مش هنضربها كتير، هما ضربتين اتنين بس. استنيني متمشيش عشان اقول لك هنضربها ليه تاني. وهنعملها مع بعض ان شاء الله، وهتطلع نتيجتها جميله جدا. عقبال لما احضر الفوطه بتاعتي او البشكير، استنيني عشان برضو تعرفي انا بحضر الحاجه دي ليه. بص حبايب قلبي، حضرت صينيه ماشي عليها البشكير بتاعي بتاع المعجنات بتاعتي. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي، ابيض ونضيف جدا. حضرت كمان المعلقه السيليكون، وحضرت الكبشه معايا. ونشوف هنعمل ايه. بس هنشيلها من على الرخامه كده اهو عشان بس ما تتبهدلش. تمام كده، ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع العجينه. معايا هنا تاني عشان مش عايزه فيها هوا. انا مش عايزه العجينه بتاعتي
فيها وهتعمليها بالمضرب برضك مفيش اي مشكله خالص. تمام كده. هضربها ضربتين ونروح على البوتاجاز. معايا العين اللي في النص الكبيره دي، وهنمسكها نوطيها ونحط معانا الصاج الصينيه ايا كان انتي بتعملي بايه. تمام كده. ومعايا هنا اهو الخلاط بتاعي. ثواني هحط بس الغطا على طبق عشان ما يبهدليش الدنيا. تعالوا لي هنا بصوا، شايفين القطايف بتاعتي دي ناجحه كده؟ شايفين اهي؟ دي سر نجاحها. وهقول لكم انا عملت ايه دلوقتي اللي ما عندهوش حاجه تفال زي بالظبط. خليكي معايا بس كده، هنطلعها مع بعضينا اهي. شايفين؟ شايفين اهو؟ خليكي معايا. تمام كده. اطلعها وهقول لك انا عملت ايه دلوقتي. دي لسه فيها حتت بيضه كده. تمام كده. انا هعمل صغير وكبير يا جماعه. تمام. خليكي معايا. شايفين اهي؟ شايفين؟ شايفين معايا ما شاء الله عليها؟ اهي. شايفين اهو؟ تمام. اهو دول لسه. اللي ما تلاقيهاش بتطلع معاكي ما تطلعوهاش بصعوبة. تمام كده. حبايب قلبي خلصت الكمية جميلة جدا وحلوة وفي منتهى الجمال. تعالوا نشوف مع بعض. زي ما انتم ما شايفين انا شلت الصينية خالص ورحت فردة البشكيل على الرخامة عندي. طبعا قلت لك كذا مرة طول ما حاجتك نظيفة ما تقلقيش منها. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم في الكمية الجميلة دي الحلوة؟ انا عاملة كذا حاجة. يعني ايه؟ عاملة كبير وعاملة صغير وعاملة عصافيري. يعني بصوا شايفين اهي؟ شايفين؟ في منتهى الجمال وريحتها تحفة. وعاملة صغير اهو. شايفين اهو؟ شايفين؟ اضحك يا مصطفى على الصغير. طب تعالى بقى هيضحك معايا. ايه رأيكم بقى في العصافير اللي انا بقول لكم عليه؟ عشان ناس كثيرة جدا هيقول لي يعني ايه عصافير يا مسيف؟ يعني دي. تمام كده. شايفين بقى ديت؟ استنوا هوريكم كمان حاجة. الكبير دوت انا عايزاه الحاجة، واستنوني الفيديو الجاي على طول. بصوا في منتهى الجمال وهيبقى حلو وحادق وفي منتهى الجمال جدا. وبديل في حاجة كمان بديلها بس مش هقول لكم عليها. استنوني الفيديو الجاي بسرعة. شايفين؟ بصوا اهو. شايفين؟ ولا ناشف ولا اي حاجة اهو. شايفينه؟ في منتهى الجمال وحلو قوي. طيب تعالي لي هنا بقى. عرفتي ليه بقى انا بقولك اعملي ببيتك؟ هتعمليها كبيرة هتعمليها صغيرة؟ هتعمليها كبيرة هتعمليها صغيرة بإيدك انتي. يعني أنا حبيت ان انا اعمل دي بس كده عشان اقولك على الجملة دي. بايدك انت هتعمليها كبير صغير اي حاجة. وبصوا طريقة ازاي وفي منتهى الجمال صدقيني. حلوة جدا جدا. استنيني الفيديو الجاي بإذن الله مع مطبخ ام سيف المصري في الكمية الجميلة اللذيذة بتاعتنا دي.
ادعي لي دعوة حلوة من قلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين.